السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لفيديو تعتيق الفخار أو تعتيق الطواجن، أنا جاتلي ليه أسئلة تقريبا كلها شبيهة لبعضها، فأنا لما بجاوب على الكومنتات أنا عايزة أشرح أكتر ليكوا المعاملة ازاي مع الفخار. الموضوع سهل وبسيط جدا يا جماعة، بس هي موضوع يعني محتاج شوية تركيز شوية. بالنسبة للفخار أنا بتعامل معاه عادي، يعني بصوا الطاجن دوت اللي أنا معتقاه معاكم في الفيديو قاعد معايا وهو ما شاء الله ما فيهوش أي حاجة. هنا بتقولي طيب انا الطاجن عندي فيه عفن من تحت وانا اصلا ما كنتش ان انا عتقته قبل كده بطريقه الفيديو. اولا التعتيق للطاجن او الفخار مهم جدا، دي اول حاجه اساسيه. بالنسبه للعفن اللي هو موجود في الفخار من اسفل الفخار او في الفخار جوه، ده بسبب ان انتي حضرتك ركنتيه وهو فيه الميه، او شلتيه في الخزانه بتاعه المطبخ وهو فيه الميه بتاعته. مش كفايه ان هو الطاجن بتاعي ان انا اغسله وانشفه واشيله، لا انا شفته ده لا كده ما ينشفش معاه الفخار. الفخار بتاعي علشان احافظ عليه من هو يتشقق او يتكسر او يحصل له اي حاجه، اهم حاجه ان انا اسيبه ينشف كويس. وده هيكون عن طريق ايه؟ ان انا اسيبه عندي على المطبخ على الرخامه زي ما انتم شايفين كده، انا حاطاه كده اسيبه ينشف ليله كامله، اهم حاجه. وبالنسبه للعفن علشان تقضي عليه، اول حاجه هتبتدي حضرتك ان انت تغسليه بالميه والخل كويس جدا، وبعد كده تسيبيه ان هو ينشف زي ما قلت لك كده. واول ما ينشف ليله كامله خلاص تشيليه في خزانه المطبخ، انما غير كده لا. وممكن بعد كده لو انت عايزه تعتقيه بعد الفتره دي، يعني بعد ما ينشف معاكي تماما تبتدي ان انت تعتقيه وتستخدميه عادي جدا. وبالنسبه برضو لسؤال تاني جاني، في ناس بتقول ينفع ان هو يتنقع في الميه مش اقل من 6 ساعات قبل عمليه التعتيق او ان احنا ندهنه. الكلام ده مش صح تماما، لان انا لما اعتقه لما انا احط له ميه انقعه في الميه، المسام دي المفروض ان انا اقفلها. طب انا الماده اللي انا هحطها سواء كان عسل او سمنه هتتشرب فين؟ لا طبعا الكلام ده غلط جدا، وكده الفخار ممكن ان هو يتكسر منك اصلا. اما السؤال التالت اللي هو اتكرر كتير جدا، هو انا ينفع ان انا اعتق بالعسل الابيض او عسل النحل؟ لا طبعا ما ينفعش خالص، لان منتهى البساطه السماكه بتاعه العسل الاسود او عسل القصب تختلف تماما عن السماكه بتاعه عسل النحل. علشان كده بقول لكم العسل الاسود بيبقى احلى بكتير جدا في تعتيق الطواجن، وبيخلي الريحه بتاعته تبقى حلوه قوي. اتمنى اكون افدتكم بالاسئله اللي انتوا سالتوها ليا وجاوبتكم عليها باكمل وجه ان شاء الله.